وما زالت الظواهر الغريبة مستمرة في الظهور، ولكن الموضوع المرة دي تطور لغاية ما وصل لغاية الشرقية. أضواء في سماء محافظة الشرقية شاغلة المصريين، والكلام ده بناء على التقرير اللي طلعته قناة العربية من يوم بالضبط، تقرير من خلال فيديو على صفحتها، واللي قالت فيه إن في ظواهر غريبة أو ظاهرة غريبة ظهرت في محافظة الشرقية، وهي عبارة عن أضواء شكلها غريب جدا ومجسمات كانت ظاهرة في السماء. إيه حقيقة المجسمات دي وإيه سبب ظهورها؟ اسمع التقرير ده الأول وشوف الفيديو، وبعد كده نرجع عشان نعلق على القصة دي. بعد التقرير اللي انتم سمعتوه ده والظاهرة الغريبة اللي انتم شفتوها دلوقتي دي، واللي زي ما قلنا هي في محافظة الشرقية، نرجع نقول ان الظاهرة دي مش اول مرة تحصل في مصر، وانما حصلت قبل كده واتكلمنا عنها في فيديو سابق قبل كده، وقلنا ان الظاهرة دي ظهرت قبل كده في مصر، ولكن كانت عبارة عن اضواء شكل تاني بلون تاني، واللي هي كانت عبارة عن لون وردي او لون مايل للازرق، واللي برضه طلع المختصين وقتها اتكلموا عنها وقالوا ان هي مش ظواهر مقلقه خالص. ونفس القصه برضه الظواهر اللي بتظهر دلوقتي، طلعوا برضه المختصين بناء على التقرير اللي قالته قناه العربيه، وقالوا فيه ان الاضواء دي اضواء مش مقلقه، وان هي اضواء يا اما صناعيه يا اما اضواء مفتعله، وانما هي اضواء ما لهاش علاقه بالفلك او بالنجوم. لكن في مكالمه لنا مع رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، اكد لنا انه الموضوع مو فلكي وما له علاقه بالفلك، وانها اضواء صناعيه ممكن يكون سببها اي شيء. وبرضه قالوا ان هي اضواء مش مقلقه او ما فيش منها قلق، ولكن ما زالت الاضواء دي بتستمر في الظهور. فايه حقيقه الاضواء دي؟ وليه الاضواء دي ابتدت تظهر وتنتشر بشكل مكثف وبشكل غريب جدا الفتره دي؟ هل هي فعلا ممكن تكون من صنع الهولوجرام اللي كان بيروج له الفتره اللي فاتت، ولا ممكن تكون مجرد اضواء عاديه او اناره عاديه، نوع من انواع الانارات اللي بيعمل الاشكال دي في السماء؟ مستني رايكم في التعليقات، تقولوا لي وتشاركوني الفكر والرأي. الأضواء دي ممكن تكون إيه وإيه ممكن يكون سببها؟ وهل لها علاقة بالمخلوقات الفضائية أو الكائنات الغريبة أو الأمور الخارقة للعادة، ولا ده مجرد حدث عادي؟ طب نسيبنا من قصة الأضواء دي وننتقل للبرازيل. بيقول لك إن في البرازيل ظهر حدث غريب جدا ونادر جدا، وهي عبارة عن عناكب بشكل مكثف وبشكل كبير جدا انتشرت في سماء البرازيل، وكانت مغطية السماء بالمنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده. الظاهرة دي بيقول لك ظاهرة حادثة الندور، وأول مرة تحصل إن يظهر كمية عناكب بالشكل ده وكلها معلقة في السماء بالشكل ده. إيه حقيقة العناكب دي وإيه سبب ظهورها؟ برضو نفس القصة، محدش علق ومحدش عارف إيه سبب الظاهرة الغريبة اللي حصلت دي واللي أول مرة تحصل. تفتكروا الظاهرة الغريبة اللي عمالة تتكرر في الحدوث وتتكرر في الظهور الفترة الأخيرة دي، هل لها علاقة بأي شيء أو هي مرتبطة بأي شيء أو تندرج تحت الظواهر الغريبة المفتعلة، ولا دي مجرد ظواهر عادية وعابرة؟ مستني رأيكم في التعليقات، وزي ما متعودين دايما استنونا في فيديوهات تاني وفيديوهات جديدة هنتكلم فيها عن أحداث غريبة بتحصل في العالم محدش عارف لها سبب ولا عارف لها تفسير. هنعرضها على حضراتكم يا إما من خلال صفحتنا العامة كريم دوشي، يا إما من خلال الصفحة الثانية البديلة دوشي ميكس، يا إما من خلال قناتنا على اليوتيوب كريم دوشي. تحياتي لكم.